ولو نفسك في حلا صحي ومن غير تأنيب ضمير يبقى الوصفة دي عشانك. أهلا بيكم في أكلة وضحكة. النهاردة هنعمل أحلى حلا صحي، هنعمل كرات البلح بالشوفان والبندق. جاهزين نشوف إزاي؟ طب يلا بينا. ودلوقتي هنقول على المكونات اللي احنا هنستعملها: شوكولاتة، بلح، شوفان، زبدة، طحينة، ملح، قرفة، بندق، قهوة بطعم البندق، وآخر حاجة هستعملها هي الكاكاو. ودلوقتي أول حاجة هعملها، أنا معايا كوباية ونص شوفان. أنا يا دوبك حمصته شوية على النار وسبته يبرد وهطحنه. أنا هديله تكسيرة خفيفة، مش هطحنه خالص. أضرب فيه شوية شوية وأشيل إيدي، أضرب شوية شوية وأشيل إيدي. عايزاه يتكسر كده. خلاص اهو، شوفي منظره بيبقى كده. هرجع احطه في طبق اهو. والخطوه الثانيه بعد ما خلصت تكسير الشوفان هحط البلح. انا عندي هنا 350 جرام بلح. لو عندك ناشف بتنقعيه شويه في ميه سخنه وتصفي ميته وتنشفي البلح. وهنزل بالبلح بمعلقه كبيره زبده طريه ومعلقتين صغيرين من الطحينه. وكمان هنزل برشه ملح، رشه صغيره. وهنزل برشه من القرفه. وهنا بقى اللي هيخلي لي الطعم تحفه، ده قهوه بطعم البندق. هحط معلقه صغيره، ما تكتريش عشان ما يغطيش على طعم الحاجات التانية. واخر حاجه هحطها معلقتين صغيرين من الكاكاو الخام، معلقتين صغيرين. ودلوقتي نضربهم بقى حلو قوي لغايه ما ينعموا. ودلوقتي بعد ما ضربت فيهم شويه حلوين، بصي قعدت اضرب فيهم لغايه ما بقوا ناعمين كده. دلوقتي جبت الطبق اللي احنا حطينا فيه الشوفان وهنزل بالبلح اللي انا طحنته اهو. دلوقتي هبتدي اعجن بيها بايدي لغايه ما تبقى كلها كوره واحده. وشايفين الشوفان؟ بصوا بيبقى مكسر كده. حاساها سنه ناشفه. هعمل ايه؟ هحط قد نقطه دي الميه اللي كنت نقعه فيها البلح. انا ما كبتهاش، هاخد يا دوبك نقطه. انت عايزه تحطي لبن حطي. هبصي قد معلقه صغيره كده. انا عايزاها اطرى من كده سنه. بصي بقى اهو اتكورت معايا اهي. بصي طريه اهي. هنركن دي كده على جنب. وكل اللي هنعمله، انا هحط شويه بندق هنا. هاخد كوره كوره صغيره اهو زي ما انت شايفه. هكورها وافتحها كده في النص. وهحط واحده بندق. انا عايزاهم يبقوا صغيرين مش كبار. وهقفل عليها اهو. هعملها شكل كوره اهو بالحجم ده. شايفاها اهو. دلوقتي هدهن نقطه زيت خفيفه كده عشان احطه، بعدين اشيله في التلاجة 10 دقايق لغايه ما اجهز الشوكولاته. ودلوقتي لغايه ما كرات البلح بالشوفان تمسك نفسها في التلاجة، هروح اسيح الشوكولاته في الميكروويف وهكسر البندق لقطع صغيره. اول حاجه هعملها، انا جهزت دول ورق عشان احط فيهم كرات البلح بالشوفان. وادي سيحت الشوكولاته، وادي كسرت البندق لقطع صغيره جدا. هحط شويه بندق في كل واحده اهو. للاسف الكاميرا ما صورتش من الاول. انا خدت كوره من كور البلح بالشوفان ونزلتها في الشوكولاته، واديني حطيتها في الورق بتاع الكب كيك. وهاخد شويه من البندق اللي احنا كسرناه وهرشه من فوق. ودلوقتي بعد ما غلفت كله بالشوكولاته وبالبندق، اتبقى عندي كام واحده. جبت شويه جوز هند، طبعا جوز هند مش مسكر. هغلفه بجوز الهند. دلوقتي بعد ما خلاص خلصت اللي بالشوكولاته والجوز الهند، هشيلها في التلاجة 10 دقايق وارجع لكم. خلونا نفتح واحده سوا. اتفرجوا على الجمال. اتفرجوا اتفرجوا. بصوا الجمال. اتفرجوا الميكس، البلح والشوفان والقرفه تحفه. جربوها وعلى ضمانتي. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، واشوفكم المره الجايه. يلا باي.